السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام العزة والإباء والثورة والمقاومة والفداء من يمن الإيمان إلى أولى القبلتين ومسر الأنبياء. سلام الله على الأحرار جميعا ورحمة منه وبركاته. إطلالة جديدة على الشأن الفلسطيني، على قضيتنا الأولى في أسبوع جديد، فأهلا ومرحبا بكم. أهلا بكم مشاهدي الكرام في اليوم 42 بعد 600 يوم من حرب الإبادة على غزة. لا تزال الأحداث متخنة بالموت والأرض مثقلة بالدم، والبحر يسجل كل صرخة جائع وكل بكاء لطفل وكل وجع لأم تنتظر طفلها يحتضر لأن الكهرباء انقطعت في غزة والغذاء والماء انعدم. مجزرة تلو أخرى وغزة لم تركع. منذ فجر اليوم وحده وثقت المستشفيات استشهاد أكثر من 60 فلسطيني في غارات استهدفت شمال القطاع ووسطه، بينما تعلن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن مرضى حضانات الأطفال مهددون بالجوع خلال ساعات بسبب نفاذ الوقود، والاحتلال يمنع حتى منظمات الإغاثة من إدخاله. في أحد مشافي غزة يقول الدكتور محمد أبو سليمة: كمية الوقود المتبقية لا تكفينا حتى الصباح، وإذا توقفت المولدات ستتوقف قلوب الأطفال في صدورها. وفي خارج المستشفى تصطف أمهات وأطفال ينتظرون قنينة ماء أو وجبة غذائية أو خبز أو خبر عن مفقود في الأنقاض. الدم يسيل مشاهدي الكرام لكن القلب لا ينكسر. الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة يتوعد الكيان الصهيوني بمزيد من الكوابيس بعد تفعيل الكمائن، وبعد أن بثت المقاومة مشاهد جديدة لاستهداف آليات وجنود الصهاينة في حي الشجاعية وخان يونس. وسرايا القدس أيضا تعلن تفجير آليتين شمال القطاع. الكيان الصهيوني يعترف بمقتل 5 جنود وإصابة 14 في يوم واحد. وما بين مشاهد الركام في غزة ولقاءات متتالية بين نتنياهو وترامب في البيت الأبيض، حيث عقدت 3 لقاءات فقط خلال يومين، تصبح الصفقة شبه جاهزة أو تطبخ صفقة أو ترتب مؤامرة. ترامب يتحدث عن اتفاق وشيك قد يعلن هذا الأسبوع. نتنياهو يصر على أنه سيستعيد الرهائن كما يقول، وهم الأسرى في قطاع غزة أحياء أو أموات، ويهدد بمحو المقاومة. لكن الغائب في كل تلك اللقاءات هو الشعب الفلسطيني ودمه ومطالبه البسيطة بأن يعيش، غير أن غزة ليست وحدها. من صنعاء إلى البحر الأحمر إلى عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة صدى فلسطين حاضر. البحر الأحمر اشتعل والقوات اليمنية تواصل تنفيذ عملياتها البحرية مستهدفة السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني، معلنة للعالم ألا ممر آمن للعدو والسفن المرتبطة به. أمن لكل العالم باستثناء السفن المرتبطة بالعدو الصهيوني، ولا أمان لها في المياه الإقليمية. وهناك شل للملاحة التجارية الإسرائيلية ما زالت تتضرر وتعلن عنه مرارا، وتم ضرب الهيبة الصهيونية الاقتصادية. في الأسبوع الماضي تم تنفيذ عملية دقيقة وصلت إلى مياه المتوسط وعمق الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر صواريخ ومسيرات أكدت بأن المقاومة بأن الإسناد اليمني لفلسطين في القلب، وأن الرد لا يحصر في الجغرافيا. في الداخل اليمني تخرج المظاهرات في كل جمعة من صنعاء إلى تعز إلى صعدة إلى كل أراضي اليمن ومحافظاته الحرة. النساء يرفعن صور الأطفال في غزة، والأطفال يحملون رايات فلسطين وشعارات يكتب عليها: لستم وحدكم، دماؤكم دماؤنا وصراخكم صراخنا، وقضيتنا وقضيتكم واحدة. لمناقشة هذه المحاور مشاهدي الكرام نستضيف لها
الكاتب الصحفي بشير القاز، فأهلا به وأهلا بكم مشاهدي الكرام. حياكم الله مشاهدي الكرام مرة أخرى. باسمكم أجد ترحيب بالأستاذ بشير القاز المختص بالشأن الفلسطيني والصحفي المعروف. مرحبا بكم أستاذ بشير. شكرا جزيلا على الاستضافة، وتحية لقناة الإيمان ولكل صوت يستعد الحق. يعطيك الله العافية، وأنتم أحد هذه الأصوات، وبإذن الله صوتكم مسموع ومؤثر أيضا باعتباره يعكس الحقيقة ويتحدث بصوت العدل. أستاذ بشير، إذا ما تحدثنا عن حرب إبادة، يعني لا يخفى أحد ما يدور في غزة، وخصوصا مع التكتيك الجديد للعدو الصهيوني بمصائد الموت بالمنظمات أو المؤسسات اللا إنسانية التي تدعي توزيع المعونات للفلسطينيين. إلى أي مدى الكيان الصهيوني والنظام الأمريكي، وهما يلتقيان مجددا، هما ماضيان في تحقيق ما يريداه من تهجير الفلسطينيين وقتل من لم تقتله الغارات الصهيونية؟ حقيقة هذه الجرائم تأتي اليوم كذلك في ظل زيارة نعم نتنياهو مجددا إلى واشنطن، وهذه الزيارة الثالثة خلال أقل من 6 أشهر فعلا، والتي هي في حقيقة ليست زيارة سلام أو تفاوض، بل استعراض سياسي لرئيس عصابة حرب مهووس بتجديد شرعية الإبادة على دماء الفلسطينيين. الدم الفلسطيني اليوم لا يزال يسيل، والهدف أصبح واضح: تلميع صورة الاحتلال وتمكين آلة القتل واستمرار استباحة الأرض والإنسان. وكذلك بينما يدعي ترامب أنه وسيط بالسلام، الواقع غير ذلك تماما. إنه ممول مباشر هذا العدوان. يتحدث عن هدنة إنسانية اليوم، وأمامه طائرات تستقبل الأطفال في غزة، تشتك فوقهم القنابل وتزرع الموت. التقارب الواضح يا عزيزي بين ترامب ونتنياهو اليوم ليس إلا ورقة دعائية. يد اليمين الأمريكي المتطرف يراد من خلالها استثمار دم الفلسطينيين في معركة سياسية ضيقة داخل أمريكا. كذلك أيضا زيارة السفاح الكبير نتنياهو الذي هرول اليوم إلى واشنطن لاختلاف فشله العسكري والسياسي، سواء في غزة أو الضفة أو حتى في اليمن كذلك. نحن نتحدث عن ضربات مؤخرا استهدفت نعم، سنناقشها في المحور الأخير. إذا ما تحدثنا حول زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة، لقائه بترامب، ترامب يقول بأنه متفائل بمعنى حديثه من هذه الزيارة، وبأن الحرب ستضع أوزارها، بأن هناك صفقة وهناك أو الطرفان، ويقصد نفسه والمحتل الصهيوني، هما ماضيان في هذه الصفقة إذا ما اقتنع بها الطرف الثالث وهي المقاومة الفلسطينية. هذه العبارات يعني هل هي در الرماد على العيون، أم أنها هناك خطوات فعلية لإنقاذ الكيان الصهيوني، وهذه المرة غير سابقاتها؟ حديثه عن هدنة ما تسمى 60 يوما، هذه ليست إلا مجرد استراحة خادعة لإعادة شحن قوات الاحتلال وتجهيز نيران جديدة على الشعب الفلسطيني. لماذا هذا التشاؤم أستاذ بشير، التشاؤم في هذه النظرة التحليلية لموقف الإدارة الأمريكية؟ تاريخيا ومؤخرا كذلك ترامب وهو معروف باستماتته في دعم الكيان الصهيوني. ولو عدنا قليلا إلى إحصائية أجرتها وكالة رويترز على أن ترامب استخدم عبارة تهجير الغزيين أكثر من 12 مرة. وهذا ما يوحي بأن ترامب ليس إلا شريك ثالث. الكيان الإسرائيلي يواجه اليوم عزلة متزايدة على الساحة الدولية وملاحقة قضايا في المحاكم الدولية.
تزيد من العزلة السياسية وكذلك القانونية. في هذه الأثناء يبحث نتنياهو عن حصانة جديدة بغذاء أمريكي واضح مدعوما بتواطؤ دولي. المخطط الأخضر يا عزيزي في قطاع غزة هو اليوم ليس ما يتحدث عن تهدئة، وإنما مشروع أمريكي صهيوني يجري الآن الترتيب له. ما الذي لم يتبقى في غزة أستاذ بشير؟ نتحدث عن حرب إبادة. الكيان الصهيوني اليوم من لم يقتل، من لم يستشهد، من لم يصاب بالغارات، هناك أيضا المؤسسة الأمريكية التي تصطاد الفلسطينيين الجياع. يعني ما الذي لم يتبقى في غزة ولم تعمله أو تفعله وترتكبه جريمة القتل وآلة القتل الأمريكية الصهيونية في غزة لنقول أن هناك مخطط جديد لغزة؟ نعم، نحن ندرك أنه صمود الشعب الفلسطيني وثباته وتمسكه بأرضه، خصوصا بأن خطة التهجير الترامبية لم تنجح، وظل أبناء الشعب الفلسطيني الذين هم لا زالوا الآن ينتظرهم جحيم الموت. أدرك الإدارة الأمريكية وبدأ الآن يسوق إلى خطة خبيثة يجري الآن الترتيب لها في البلاد البيت الأبيض لإقامة ما يسمى بمدينة إنسانية جنوب القطاع على أنقاض على أنقاض التمارة في رفح. ما يقصد بهذه المدينة؟ لا تهدف إلى هذا الإعمار، بل تهدف إلى سياسة تهجير الفلسطينيين من يمكن تهجيرهم واحتجاز الباقين داخل معسكر اعتقال مفتوح. يشتغلون فيها المصطلحات الإنسانية لتغذية جريمة التطهير العرقي. هم فشلوا في البداية بإجبار الشعب الفلسطيني من قطاع غزة بالرحيل، سواء باتجاه البحر أو باتجاه المناطق الأخرى. هذا المشروع الآن يجري ويناقش حاليا مع انظمة عربية متواضعة من مصر إلى الأردن وصولا إلى دول الخليج في إطار تسوية مشوهة للقضية الفلسطينية. وهذا هي في كلب وصلب زيارة نتنياهو الآن في البيت الأبيض. هدف هذه التسوية ليس السلام، بل صفقة القضية، تصفية القضية عبر إنشاء كيان فلسطيني محاصر منزوع السيادة يراد له أن يكون تابعا بلا قدرة على القرار. حيث ذلك التفاوض أيضا حول السلطة البديلة التي قد تكون رام الله مهدلة أو قيادة محسوبة على دويلة الإمارات مثل بنت حلال. وربما قد تدخل قوات عربية مؤكدة ضمن ما يسمى نظام إقليمي جديد يعزز الهيمنة الأمريكية والتطبيع المشوه. طيب، هل هذا في إطار ما يتحدث أو يلمح إليه الترامب وهو يقول بأنه ينتظر أفكار إيجابية لغزة من قبل الأطراف الدولية أو من قبل الوسطاء؟ هل هذا هو الطرح الذي تقصده أنت في حديثك، دولة مطبعة أو نظام مطبع مع الكيان الصهيوني بهوية فلسطينية؟ نعم، أي بأنه لا إعمار حقيقي ولا تهدئة، بل إعادة هندسة جدية للهوية والديمقراطية الفلسطينية. اليوم التطبيع يصور كوجه إنساني لجرائم الإبادة وهو الحقيقة قبل تسويق المشاريع الاستعمارية الجديدة. ولهذا ما يبقى وما يروج له تحت عناوين وقف الحرب اللغات الترامبية ليس أكثر من محاولة مكشوفة لتجميل وجه الاحتلال وإعادة تدوير مشروعه العسكري عبر مخرج سياسي هزيل. الولايات المتحدة والعدو الصهيوني ولا تسعيان فعليا لوقف العدوان بل لإنتهاج لحظة تهدئة مشروطة لإطلاق سراح الأسرى. هل سيتسنى للكيان الصهيوني وللإدارة الأمريكية تحقيق ما يريدونه وما فشلوا فيه في الحرب العسكرية بإطلاق سراح الأسرى، وهي الورقة الأخيرة التي بيد المقاومة كما يرى البعض؟ نعم، المسائل الصهيونية وخصوصا في استخدام ورقة التهدئة هو من هدفها تحقيق نصر سياسي فشلت فيه آلات القتل الصهيونية تحقيق إنجاز عسكري على الأرض. هذا ليست خطة لإنقاذ غزة بل استراحات لإعادة هندسة غزة وفق ما يستمتع به واشنطن. والمقاومة على رأسها حماس لا تتعامل مع هذه الهجمات كبادرة سلمية بل كميدان اشتباك سياسي جديد.
عن سلطة وظيفية مفروضة من الخارج. المطلوب يا عزيزي واضح: وقف العدوان الشامل، انسحاب كامل من القطاع، ورفع الحصار دون شرط لا أكثر ولا أقل. نتنياهو الملزم داخليا قد يساير هذه الهدنة من باب التكتيك لا من باب القناعة، وسيحاول تسويقها كإنجاز وهمي يقصد بها الرجل العسكري والسياسي. لكن الحقيقة أن هذه الهدنة في صيغة الحالة ليست إلا قنبلة مؤجلة أمام مساحة اشتباك سياسي معقدة تصالح فيها أطراف دولية وإقليمية على من يدير غزة ومن يتحكم بالأعمار ومن يفصل ومن يغرق. هذه ليست مفاوضة تهدأ بالصراع على الجغرافيا والهوية والمستقبل. لكن ما يربطكم جميعا يا أخي أن المقاومة لم تنكسر وإن أصوات الشعب الفلسطيني. نعم، وهذا هو السؤال المشروع حاليا. يعني المقاومة بين الفينة والأخرى قد تكون يوميا أو شبه يومية. الكمائن المركبة التي تقوم بها الفصائل المقاومة، كتائب القسام وسرايا القدس وغيرها من فصائل المقاومة، نتحدث عن كمائن وعمليات يصفها العدو الصهيوني بالمعقدة. يعني اليوم يتحدث عن عمليات معقدة بعد أكثر من 600 يوم من التمركز والسيطرة شبه الكلية على قطاع غزة والتدمير الكلي. ما يعني ذلك للكيان الصهيوني ولداعميه؟ هل الآن اللجوء للحديث عن هدنة هو الخروج من هذا المأزق أم لتخذير المقاومة؟ ما هي الرؤية الحقيقية لما يدور؟ نعم عزيزي، التهدئة وخصوصا في الأيام الأخيرة كان يراد تصويرها بتصوير نصر عسكري. نعم. ولكن الكمائن الأخيرة التي صدرها أبطال المقاومة في قطاع غزة وخصوصا كمين بيت حانون الذي نفذ فجر الثلاثاء الماضي في شمال غزة. هذا الكمين خصوصا الذي لم يكن مجرد اشتباك ميداني عابر، بل كان ضربة استراتيجية صاعدة. هذا الترتيب معادلة الاشتباك وفرضت واقعا جديدا على دولة العدو قبل الصدي في منطقة بيت حانون، تلك البقعة التي لطالما كانت تحت المجهر الأمني والاستخباراتي الإسرائيلي. نجد أن المقاومة نجحت في تنفيذ كمين مركب ومحكم أسفر عن مصرع وجرح نحو 20 جنديا صهيونيا في واحدة من أعنف وأنجح العمليات منذ انطلاق العدوان في 7 أكتوبر عام 2023. لكن هذه العملية لا تقاس بعد ذلك، لا بل تقاس مستوى الاختراق النوعي الذي احتضنته في بنية المنظومة الصهيونية استخباريا وعسكريا وحتى سياسيا. نحن لا نتحدث هنا عن كمين عن ضربات ذات 3 رؤوس: راس ميداني ورأس نفسي ورأس استراتيجي. الرسالة المركزية التي أطلقتها كتائب القسام من تحت الركام كانت واضحة: نحن ما زلنا نرصد ونخطط وننفذ رغم الحصار ورغم المجازر ورغم كسر الأنفاق والملاجئ والمستشفيات. العملية التي نفذت على 3 مراحل ليست فقط صفعة للجيش الصهيوني، بل فضيحة مدوية لكل أجهزة الاستخباراتية التي فشلت في توقع أو إحباط الكمين رغم ما تدعي من اختراقات في هنا وهناك لبنان وسوريا وطهران. لقد عادت غزة اليوم تقول: إن كنتم تضربون في العواصم فنحن ندفن جنودكم على تخوم القطاع. بيت حانون هذه المنطقة التي كانت تحت رقابة الطائرات المسيرة والاستهداف المتواصل عادت فخا قاتلا لجنود الاحتلال. وهذا ليس تفوقا بالعدة والعتاد، بل تفوق في الإرادة والعقلية والإبداع العسكري المحلي. إنها عملية لا تعيد فقط التوازن الميداني بعد، بل تعيد توجيه البوصلة الإعلامية والسياسية من بروغندا الانتصار الصهيوني إلى واقع الهزيمة التدريجية التي يتكبدها الاحتلال، خصوصا في هذا التوقيت بالذات حيث كان نتنياهو يحلق على واشنطن متوجها بانتصارات وهمية وإذا بالميدان ينقلب عليه. فبدلا من أن يعود بإنجاز للإفراج عن أسرى سيعود بخيبة أمنية وجناز جديدة وصورة مهمشة أمام الداخل الإسرائيلي والشريك الأمريكي. نعم، هو يراهن على العدو الأمريكي بأنه سينقذه كما أنقذه في الحرب أو العدوان على إيران، وكما أنقذه أيضا في المواجهة مع حزب الله، وحاول إنقاذه وفشل في عدوانه على اليمن.
هل الإدارة الأمريكية اليوم وهي المديونة أو التي تغرق في الديون ومشاكلها الداخلية في وارد أن تستمر في إنقاذ الكيان الصهيوني، وخصوصا أن الكيان الصهيوني قد يعني وصل إلى حالة مزرية في اقتصاده، وهو معتمد شبه كلي على المعونات أو على الدعم الأمريكي؟ نعم، أمريكا ستظل تنقذ شريكها الفعلي في قطاع غزة، أي بأن الهدنة ليست نهاية حرب، بل فرصة لإعادة تمركز القوات الإسرائيلية وإعادة تنظيم الصفوف بعد ضربات النوعية التي تلقاها جيش الاحتلال في غزة وعلى أكثر من جبهة. أقصد هل العدو الأمريكي اليوم في وارد أن يستمر؟ هل الضغط اللوبي الإسرائيلي أو اليهودي داخل أمريكا هو في وارد أن يستمر في الضغط على الإرادة أو الإدارة الأمريكية المتورطة الآن والمنشغلة بمشاكلها الاقتصادية ومشاغلها السياسية؟ إلى أي مدى هو مستميت الكيان العدو الأمريكي في الدفاع عن الكيان الصهيوني ولو كان الاثنان متورطان في مشاكلهما الاقتصادية؟ أكيد بالضبط سيستمر، لأن الجريمة التي ترتكب الآن في غزة ليست جريمة منفصلة، وإنما جاء بترتيب وتخطيط وتكتيك موحد بين الطرفين. الحكومة الأمريكية هي حكومة صهيونية لا تختلف كثيرا عن النهج والتوجه الصهيوني الأنجيلي. هناك تحالف ما بين ما يسمى الإنجيليين، وهذا هم يمثلوا تيار كبير في الساحة الأمريكية، خصوصا من القيادات والشخصيات النافذة في القرار الذي لها النفوذ على القرار الأمريكي. ترامب يستخدم الهدنة الآن كإنجاز خارجي يخدم هوسه الدعائي ويخدم أهدافه أيضا بأنه محقق السلام وبأنه يسعى لجائزة نوبل للسلام ويرشحه أيضا نتنياهو. كيف تقرأ التناقضات الآن في من يسعر الحروب ويسعى للحصول على جوائز باعتباره صانع للسلام؟ نعم، ندرك في شخصية ترامب التهريجية الذي غالبا ما يستخدم الحديث عن السلام لتسويقها دعائيا، وعلى أنه رجل السلام، وعلى أنه من يقود السلام في العالم. وإنما في الحقيقة في الأصل هذه الترتيبات أو تحركات السلام هي تلميع الصورة الأمريكية الملطخة بالدم، وفي الحقيقة إعادة برمجتها وفقا لمصالح اللاعبين وواشنطن أيضا هناك ترتيبات لما بعد الحرب، استغلال فترة الهدنة لتمرير مشاريع السلطة البديلة أو سلطة رام الله، مناقشة دخول قوات عربية أو إدارة إنسانية مؤقتة تكون حميلة للكيان، وكذلك أمريكا. أستاذ بشير، كيف ينسجم هذا الطرح بينما يصرح به المتطرفون في حكومة الكيان على رأسهم بن غفير وسموتريتش بضرورة ضم الضفة الغربية واحتلال غزة؟ يعني الآن نتحدث عن سلطة بديلة عميلة، والعدو الصهيوني لا يعترف بسلطة عباس ولا يعترف حتى بأي سلطة للفلسطينيين. نعم هذه تأتي في إطار مرحلة حساسة يمر بها الكيان الصهيوني، وهو تنامي الضربات الهجومية التي تنفذها المقاومة في غزة. وحديث الهدنة أو حديث التسوية هذه المؤكدة، وإنما تأتي لهدف تجميد النار وليس إطفاءها، وتمكين العدو الصهيوني من إعادة ترتيب أوراده على الأرض وإعطائه نفس لإعادة التكتيك وإعادة التموضع وإعادة التهيئة لإدخال الإمدادات ونقل وتبديل القوة فقط. نتيجة قد يستغل فترة في غزة للتركيز على توزيع دائرة العدوان الخارجي. هناك سيناريو أو هناك طبخات تجري الآن في أروقة البيت الأبيض، وتهدف هذه الطبخات إلى تجميد جبهة غزة مؤقتا للانتقال إلى جبهة خارجية
ونحن ندرك بأن توقيت الزيارة أتت إلى واشنطن كانت عقب اشتباك مع طهران وتنفيذ ضربات متبادلة، وهذا ما يجري الآن إليه في تسريبات أن نتنياهو قد يستغل فترة التهدئة في التركيز على توسيع دائرة العدوان باتجاه طهران من جديد لتحقيق واستكمال النصر الذي وصفه نتنياهو بأنه حقق نصر جزئي، وهو الآن يحاول إلى إقناع الإدارة الأمريكية باستئناف واستكمال هذا النصر في إيران أو في لبنان وكذلك اليمن. ما يمكن أنهم على توزيع الجبهات لا إغلاقها. طيب اليمن الذي ما زال في جبهة الإسناد مستميت مع القضية الفلسطينية رغم ما يتعرض له من عدوان وقصف المقصوف وتدمير المدمر. كان هناك رد من قبل اليمن على العدو الصهيوني في إطار الرد المشروع. كيف تقرأ موقف اليمن مع كل هكذا متغيرات ومع تصعيد من قبل العدو الصهيوني بعد أن يحاول أن يجمد أو يضع فترة من التهدئة في غزة ليتفرغ كما تفضلتم إلى جبهات أخرى؟ نعم، لقد كان رد اليمن في هذه المرحلة الحساسة كانت إعلان القوات المسلحة مؤخرا على رسالة متحدثة العميد الحاسري عن إغراق السفينة ما يجيك سيج. نعم. بالكامل في أعماق البحر بعد استهداف مباشر جاء على انتهاكات متكررة من قبل الشركة المالكة التي تحدد قرار الحظر دخول الموانئ في فلسطين المحتلة. العملية الأخيرة ليست مجرد عملية عسكرية منفصلة، بل رسالة صريحة مدوية مفاجئة إن مرحلة التحضير قد انتهت، وإن من يخرج قواعد الاشتباك سيدفع الثمن في البحر كما في البر. أيضا دلالة التوقيت لهذه الضربات جاءت هذه الاستهدافات في لحظة سياسية وعسكرية معقدة. العدوان على غزة مستمر، التحالف الأمريكي الصهيوني يضغط إقماع جبهات الدعم، والميناء الإقليمية الدولية تحولت إلى ميدان اشتراك مفتوح. في هذا السياق تمثل عملية استهداف ماجيك سيج اليمنية إعادة ضبط قوية لقواعد الرد في البحر الأحمر وخليج عدن. وتأكيدا أن قرار حظر الملاحة نحو الكيان الصهيوني لم يعد قرارا إعلاميا بل سياسة تنفذ بالقوة النارية، حيث قد سبق وإن واجهت القوات المسلحة اليمنية تحذيرات واضحة فعلا في وقت سابق للشركات الملاحية. قرار ماجيك سيج يثبت ان الرد على اليمني لا يفرغ من مضمونه، وان الخطوط الحمراء المعلنه ليست شعارات بل اوامر عمليات. انها عزيزي رساله حاسمه للملاحه العالميه، الحياد او الغرق، ولا مساحه للمناوره في معركه تتجاوز التضامن لا تحطيم منظومه الامداد البحري للعدو الصهيوني. نعم، ما أثرها على الكيان الصهيوني خصوصا في ظل الضغوط الآن على حركات المقاومة بالتسليم بما يفرضه الكيان الصهيوني أو التعاطي مع ما يروجون له من هدنة أو إيقاف الحرب كما يتحدث عنه ترامب؟ عملية الاستهداف تشكل إحراجا بالغا ليس للكيان الصهيوني وإنما لواشنطن ولندن اللتان تقودان تحالفا عسكريا فاشلا تحت حماية الملاحة، لكنها عجزت عن حماية سفينة واحدة من الغرق في عمق البحر. لم تعد السيطرة على الممرات البحرية حكرا على القوات التقليدية. اليمن وهو بلد محاصر ومنهك اقتصاديا فرض حضورا ميداني البحرين لا يمكن تجاوزه حتى عمليات دقيقة وحساسة حاسمة تؤكد ان البحر ليس ملكا لاحد، وان من يساند الكيان الصهيوني لن يفعل بامان. اي بان الخلاصة غرق ما يجيك شيء ليس مجرد انتصار تكتيكي بل حدث استراتيجي يعكس تحولا نوعيا في طبيعة المواجهة. انه تاكيد عملي ان ما بعد تحضيرات اليمن ليس كما قبلها، وان الممرات والدولة لن تبقى امنة ما دامت تستخدم كجسور لدعم كيان يرتكب الابادة الجنائية في قطاع غزة. نعم، افق المعركة وافق القضية الفلسطينية من وجهة نظر الكاتب الصحفي الاستاذ بشير الغاز. عزيزي، ما يجب أن نقوله اليوم بصوت عالي وواضح هو أن الحرب الصهيونية على غزة ليست صراعا سياسيا أو نزاعا حدوديا كما تحاول بعض الوسائل الإعلامية تصويرها، بل هي في حقيقة حرب دينية عقائدية تقوم على نصوص توراتية وتلمودية منحرفة تشرع القتل والإبادة وتعتبر دماء الفلسطينيين والعرب قربان
إخلانا لله. نحن أمام مشروع عبادة مكتمل الأركان محمولة على نصوص دينية تؤمن بالتطهير العرقي كواجب مقدس. وأما ما يطرح اليوم من مساعدة أو وقف إطلاق ليس إلا مريدة لإعادة ترتيب جريمة إبادة قائمة وتجميل كيان يستند إلى عقيدة توراتية تحرض على القتل والتطهير العرقي. فكيف نؤمن بسلام مع من يقرأ نصوصا تقول بالنص حين تقرب من مدينة لكي تحاربها فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك، ونصوصا أخرى أيضا توراتية محرفة تدعو إلى القتل الجماعي بلا رحمة كما جاء في سفر حزقيال: لا تشفق أعينكم ولا تعفوا عن الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء واقتلوا للهلاك. وفي سفر يرجوع الذي يسطح النص بالرسل لا تقبل المجازفة واخذوا المدينة وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة ومن طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيد. أما المصدر الأول الذي نريد التعريج إليه وهو ما تتضمنه النصوص أو المصدر الأول للشريعة الصهيونية فيفسر هذا القتل بأنه العدل أن يقتل اليهودي بيده كافرا، لأن من يسفك دم الكافر يقدم قربان لله. هذه النصوص ليست مجرد تراث غابر بل تدرس وتعلم وتطبق. ولذا نرى اليوم في غزة وحيها المحاصر وأطفالها المضروبين تجسيدا حرفيا لهذه الوصايا. ولذلك فكل ما يسوق تحت عناوين وقف إطلاق النار أو السلام الإبراهيمي هو مجرد أقنعة لإبقاء السكينة التوراتية مرفوعة فوق رقاب الفلسطينيين واستمرار مشروع التطهير العرقي. ليس هناك سلام مع من يرى فينا كفرا. نعم. ويجب تسفك دماءهم قربانا ولا تطبيع مع من يبرر المجازر باسم الدين. من لم يفهم اليوم ان هذه الحرب تستند الى عقيده توراتيه تقوم على عباده الاخر فهو خارج في سياسي لا يخدم الا استمرار المأساة. يا عزيزي المعركه لا تقتصر على الارض بل في وعي الشعوب وعلى الاعلام ان يكسر الصمت ويكشف الوجه الحقيقي لهذه النصوص التي تحكم الاحتلال. غزة لا تطالب بعفو او صمت بل بانصاف ووعي، وأن يقرأ العالم هذه الحرب على حقيقتها كما هي في نصوص توراتهم المحرفة التي تقول بالحرف: حين تقرب من مدينة لكي تحاربها فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك. هذه ليست نصوص منسية بل مراجع عقائدية تعلم وتدرس في تسويغ الجرائم التي نراها في غزة اليوم. عندما تقصف البيوت وتباد العائلات وتستهدف المدارس والمستشفيات فإن ذلك لا يتم بقرار عسكري خاص بل يتم كفال ديني مبرر لدى هؤلاء تطبيقا لعقيدة الإبناء المقدس. رسالتنا اليوم الذي نريد أن نجددها ونخاطب بها الإعلام العربي والإسلامي: آن الأوان لكسر الصمت، آن الأوان لكسر القدرة الحقيقي لهذا الكيان. فعلا نحن لا نواجه مجرد احتلال بل عقيدة توراتية محرفة تحرض على الإبادة وتدعو إلى نحو الوجود الفلسطيني والعربي. واضحة الرسالة وبإذن الله تلقى آذان مصغية لكلها. هكذا تحليل واعي وثاقب من قبلكم الأستاذ الكاتب الصحفي الأستاذ بشير القاز المهتم بالشأن الفلسطيني. كتب الله أجركم وسدد رميكم من خلال تحليلاتكم الصحفية ونصائحكم القيمة. شكرا جزيلا لكم أستاذ بشير القاز وللسادة المشاهدين ولطاقم البرنامج. نلتقي في حلقة أخرى من القضية الفلسطينية أو من قضيتنا الأولى. شكرا جزيلا لكم أستاذ بشير.